الله أكبر الله أكبر. فسأله أن يوصيه، فأوصاه بأن لا يكون أمام الناس من أولياء الله ومن خلفهم من أعدائه. أي هل من المعقول أن يرمي عاقل الجواهر على المزابل؟ لذا فالأنفاس كذلك، فلا تضيعها دون فائدة. فكيف لا تكون لعنة الله على من لا يبجل أولياءه؟ وكيف لا تكون حرب الله معه؟ حقا ستكون لعنة الله وحربه عليه، لأنه سيوصلك لله ويعينك في إيمانك ويساعدك في إزالة ما لا يليق بك، فلا تفلته لأنه سيفيدك. طريق التصوف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي أن الله مع الذين يخشونه ومع الذين يخلصون له. أما الإحسان فهو العمل الصالح لوجه الله تعالى دون إشراكه مع شيء آخر. ومقام الإحسان من علوم التصوف، وهو علم يقوي تقوى الله في نفوس الناس ويصلح قلوبهم وأعمالهم وينقيها، وهو علم يطهر القلوب من الأمراض القلبية. فالإحسان هو العلم الذي يعين ويقوي الإنسان على التقرب من الله وذكره ومعرفته والإخلاص له. وأيضا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه عنه: ومنه أخذ. وأما العلم الذي يخبرنا عن مقام الإحسان فهو علم التصوف. ومن مواعظ ابن عطاء الله السكندري هذه الموعظة الجميلة: لا تنفق أنفاسك في غير طاعة الله، أي لا تنفق أنفاسك في معصية الله، أي تنفسها وأنت تعمل في شيء لوجه الله تعالى. ولا تنظر إلى صغر النفس، أي لا تستهن به، بل انظر إلى مقداره، أي إن أنفاسك مقدرة لك وهي معدودة عليك. ويقول عبد الله الشعراني أنه كان يقول الله ذاكرا إياه في اليوم والليلة 24,000 مرة، لأن أولاد آدم كلهم يتنفسون في اليوم حوالي 24,000 نفس إلى 30,000، ويتنفسون على الأقل 24,000 نفس شهيقا وزفيرا. لذا يقول راقب مقدار أنفاسك، لأن الله تعالى لن يجعلك تتنفس أكثر مما كتب لك. وإلى ما يعطي الله فيه للعبد، أي فانظر ما يعطي الله عز وجل عباده. فالأنفاس جواهر، أي أنها جواهر ثمينة. وهل رأيت أحدا يرمي جوهرة على المزبلة؟ أي هل من المعقول أن يرمي عاقل الجواهر على المزابل؟ لذا فالأنفاس كذلك، فلا تضيعها دون فائدة.
وقال أيضا ابن عطاء الله السكندري: 4 تعينك على جلاء قلبك، أي تنير وتطهر قلبك وتساعدك على ذلك: كثرة الذكر، أي ذكر الله كثيرا، ولزوم الصمت، أي عدم التكلم بكثرة، وعدم التكلم بما لا داعي له، والتكلم بما فيه فائدة حين الكلام. والخلوة، أي سواء في قيام الليل وحدك والخلوة التامة البعيدة عن الناس. لكن إن سأل البعض: كيف لي أن أفعل ذلك؟ نجيبه: قم الليل في آخره والناس نيام، واعبد، وصل وادع الله وابكي، وصل التهجد واقرأ القرآن واعبده. وقلة المطعم والمشرب، أي أن الإنسان حين يأكل كثيرا يجهد جسده ويسمن. وثانيا يجهد قلبه، فالذي يأكل كثيرا يكون قلبه بعيدا عن ذكر الله، لذا يقصد أنه يجب مراقبة كيفية الأكل وكميته. إن من الله عليك ب3 فقد من عليك بالنعمة الكبرى. الأولى الوقوف على حدوده، أي إن من الله عليك بالتقيد بحدوده ونواهيه. والثانية الوفاء بعهوده، أي إن وفقك بالوفاء بما عاهدت به، سواء العهد مع الله تعالى، أي واجباتك تجاه الله عز وجل، أو عهودك مع الناس. طبعا عهودك فيما يرضي الله تعالى، فالبعض يعاهد بخلاف ذلك بما لا يرضيه، فالعهد فيما يعصي الله حتى وإن كان حلفانا فمن السنة نكثه، فالشرع لا يلزمك بالوفاء به، ويلزمك بالوفاء بالأمر الحسن. والثالثة الغرق في شهوده، أي أن تكون في قلبك مراقبة الله أينما كنت. فهذا هو التمكن في مقام الإحسان. فإن كانت فكرة مراقبة الله في قلبك فلن تقوم بالسلوك السيء، ولن تتكلم بالباطل، ولن تفتري على الناس لكون الناس لا يرونك. فحين رأى أحد الشباب الصغار نبينا الخضر عليه السلام سأله: ما سبب رؤيتي إياك؟ فجاوبه أن سببه كونه بارا بأمه، فسأله أن يوصيه، فأوصاه بأن لا يكون أمام الناس من أولياء الله ومن خلفهم من أعدائه. لذا لن تكون ذا صلة بالله عز وجل إلا بتقويتك هذه الصلة. وعن الشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه أنه قال: قيل لي: يا علي، طهر ثيابك من الدنس، تحظى بمدد الله في كل نفس، أي إن نظفت ثيابك من الأوساخ سيكون مدد وغوث الله معك في كل نفس تأخذه. فسأل: وما ثيابي؟ فقيل لي: أي يقصد بكلامه ما أوحي إليه من الله تعالى،
إن الله كساك حلة المعرفة، أي ألبسك حلة معرفة الله، أي لباسا جميلا، ثم حلة التوحيد، أي توحيد الله، ثم حلة المحبة، أي لباس محبة الله، ثم حلة الإيمان، أي لباس الإيمان، ثم حلة الإسلام، أي ألبسك لباس الإسلام، أي معرفة الله وتوحيده ومحبته والإيمان والإسلام، أي ألبسك كل هذه الحلل الجميلة. فمن عرف الله صغر لديه كل شيء، أي لا قيمة لشيء في نظره، لذا سيعظم الله وحده. ومن أحب الله هان عليه كل شيء، أي سيهون كل شيء عنده، وسيقدم محبة الله في كل حين. ومن وحد الله لم يشرك به شيئا. ومن آمن بالله أمن من كل شيء، أي من صدق الله أمن من كل سوء. ومن أسلم لله قلما يعصيه، وإن عصاه اعتذر إليه، أي سيطلب المغفرة وينيب إلى الله. وإن اعتذر إليه قبل عذره، أي سيقبل عذره. قال: ففهمت من ذلك قوله تعالى: وثيابك فطهر. ويقول أيضا ابن عطاء الله السكندري: إذا طلبت قارئا، أي إن خرجت للبحث عن حافظ لكتاب الله، وجدت ما لا يحصى، أي ستجد الكثير دون أن تستطيع عدهم. وإذا طلبت طبيبا وجدت كثيرا، أي إن بحثت عن الأطباء وجدتهم كثرا. وإذا طلبت فقيها، أي رجلا عالما بالدين، وجدت مثل ذلك، أي ستجدهم كذلك كثرا. وإن طلبت من يدلك على الله، أي من يهديك لله ويعرفك بعيوب نفسك، أي يدلك على عيوب نفسك، لم تجد إلا قليلا، أي سيكونون قليلين. فإن ظفرت به، أي إن وصلت إلى أحدهم، فأمسكه بكلتا يديك، أي أمسكه متمسكا به بيديك دون أن تفلته، لأنه سيوصلك لله ويعينك في إيمانك، ويساعدك في إزالة ما لا يليق بك، فلا تفلته لأنه سيفيدك. إن أردت أن تنصر، أي إن أردت أن تنصر دائما من الله تعالى، فكن كلك ذلة، أي احذر من الكبر والأنانية، وحافظ على قلبك منهما. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد نصركم الله ببدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي مع قلة عددكم وضعف قلوبكم نصركم الله، وأرسل 5000 ملك لمساندتكم. فإن كنت تريد دائما نصر الله، طهر قلبك من الأنانية والكبر، واجعل قلبك متواضعا، حتى وإن كنت ملك هذا العالم، فسيكون نصر الله معك طالما أنت في الطريق الذي يرضيه تعالى. إذا نمت على تخليط، أي إذا نمت وأنت متخبط مكركب، رأيت التخليط في منامك،
أي سترى أحلاما غريبة غير مفهومة، أو كما نقول خرابيط. بل ينبغي لك أن تنام على طهارة وتوبة، أي أن الأريح أن تنام وأنت متوضئ ومنيب لله، فتشهد قبل أن تنام واستغفر 15 مرة. فإن نمت متوضئا داعيا الله أن يغفر ذنوبك التي أذنبته فيفتح قلبك بنوره، أي سيفتح الله قلبك بنوره. ولكن من كان في نهاره لاغيا، أي من كان في يومه غافلا عن مراقبة الله تعالى، كان في ليله عن الله ساهيا، أي سيقضي ليلته ناسيا الله عز وجل. إذا رأيت وليا لله تعالى فلا يمنعك إجلاله من أن تقعد بين يديه متأدبا وتتبرك به، فلا يمنعك إجلاله من أن تقعد بين يديه متأدبا وتتبرك به، أي لا يردك احترامك إياه من أن تجلس أمامه متأدبا، فاجلس معه مؤدبا وابحث عن البركة عنده، فالله جمعك به لتأخذ منه البركة. واعلم أن السماء والأرض لتتأدب مع الولي كما يتأدب معه بنو آدم، أي أن السماء والأرض تتأدبان وتحترمان ولي الله أيضا كما يحترمه البشر. لذا كم يجب أن نكون مؤدبين مع أولياء الله الصالحين، وكم يجب أن يكون احترامنا لهم كبيرا. فكيف لا تكون لعنة الله على من لا يبجل أولياءه؟ وكيف لا تكون حرب الله معه؟ حقا ستكون لعنة الله وحربه عليه. إذا رأيت من يصبح مهموما لأجل الرزق، أي مهموما من أين يدبر رزقه، فاعلم أنه بعيد من الله. طبعا هو لا يقول لا تبحثوا عن الرزق، بل يتحدث عن الذي نسي الله ونسي أنه الرازق، وأصبح تفكيره كيف يدبر ولو قرشا حتى في خلوده للنوم وإفاقته منه، مخدوعا بالدنيا ملاحقا إياها. فإنه لو قال لك مخلوق لا تشتغل غدا بسبب وأنا أعطيك 5 دراهم وثقت به، أي لكنت حينها نمت مرتاح البال لوثوقك به، وهو مخلوق فقير، أي مع أنه مخلوق من الله محتاج إلى رزقه. أفما تكتفي بالغني الكريم الذي ضمن لك رزقك مع أجلك، أي ضمن حصولك على رزقك ونصيبك المقسوم لك حتى يحل أجلك. طبعا هو لا يقصد أن لا نبحث عن أسباب الرزق، بل يقصد أن لا تملأ قلبك بهموم ورزق الدنيا وتنسى الآخرة لكي لا تكون من الخاسرين. فقدم الإيمان بالله تعالى وتوكل عليه، لأن ما كتبه لك سيصلك، وابحث عن أسباب الرزق فذلك واجب عليك. إذا تفضل عليك بالتوبة، أي إذا أكرمك بأن جعلك تنيب إليه
فتبت إليه، فمن فضله سبحانه وتعالى، أي من كرم الله أنك تبت إليه. فإنك إن سألت الله المغفرة فذلك فضل الله عليك، بأنه جعلك تتذكر الرجوع إليه وجعلك تقول ذلك، فذلك فضل الله وكرمه. وإنك تذنب 70 سنة فتتوب إليه في نفس واحد، أي تقول أستغفر الله بنفسك الواحد الذي أخذته وتتوب منيبا إليه، فيمحو ما عملته في تلك المدة، أي يغفر ذنوبك التي أذنبت في تلك 70 سنة فيطهرك من ذنوبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال لقمان الحكيم: المؤمن له قلبان يرجو بأحدهما، أي يرجو رحمة الله به، ويخاف بالآخر، أي يخاف بالقلب الآخر من الله تعالى، يرجو قبول عمله ويخاف ألا يقبل منه. ولو وزن خوف المؤمن ورجاؤه، أي لو وزنت خشيته ورجاؤه لرحمة الله لاعتدلا، أي ليصبحا متساويين. لذا قيل أن حكمة الإيمان توجد بين رجاء رحمة الله وخشيته. ومن قال في نفسه كيف سأدخل الجنة قانطا من رحمة الله هلك، ومن قال في نفسه أنه سيدخلها بلا شك لعمله دون أن تكون عنده خشية الله كأن عذاب الله لن يمسه أيضا هلك. لذا قيل أن إيمانه يجب أن يكون بينهما. من أراد الجمع أي جمعهما فعليه بقيام أوامر الله، أي التقيد بأوامره وشعائره وفرائضه وترك ما نهى عنه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. فقيل له: فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأجوفان. فقال عليه الصلاة والسلام: الأجوفان. الفم والفرج، أي لسان المرء وشهوته. فاغسل قلبك بالندم على ما فاتك من الله عز وجل، أي اندم على ما لم تفعله من العمل الصالح وطهر قلبك. إذا لم يكن بينك وبين الله ورع والورع هو الخوف من الوقوع في إثم شيء لست متأكدا من أحليته يحجزك عن معاصي الله إذا خلوت، أي إن لم تكن لديك مخافة الله التي تمنعك عن المعاصي حين تكون وحيدا، فضع التراب على رأسك، أي حري بك أن تتمرغ في التراب. من لم يكن له ورع يحجزه عن معاصي الله إذا خلا. لم يعبأ الله بشيء من عمله،
أي لن يكون لعمله قيمة عند الله، أي أن ما يقوم به أمام الناس عبارة عن رياء، أي حتى حين تكون وحيدا يجب أن يكون عندك تقوى الله. لا شيء يخجلك يوم القيامة مثل درهم أنفقته في حرام، أي إن القروش التي صرفتها على طريق الحرام ستخزيك يوم القيامة. ونهاية، يجب علينا كمسلمين أن نقضي حياتنا في هذه الدنيا في تقوى الله تعالى. فأكثر ما يهلك الرجل لسانه الذي في فمه، فالناس يغتابون ويتحدثون بما يجهلون، ويتحدثون بالباطل ويفترون ويقولون ما يظنون، ويتكلمون نكاية وحسدا وأنانية، والله عز وجل لن ينفذ ذلك وسيسأل. فتلك حقوق الناس، فلن يدخل الله أحدا الجنة إن لم يوفي حقوق الناس. فإن لم تطلب المسامحة ممن افتريت عليه بالباطل، لن يجعلك الله تخطو خطوة واحدة إلى الجنة. وإن سألت كيف سيفعل ذلك، فإنك ستعطيه من حسناتك، وبعد أن تنفذ سيطرح عليك سيئاته. لذا كان صالحون السابقون يقولون حين يتكلم أمامهم بما يجهلونه: لا تأخذ على عاتقك ذنوب الناس. فكان يقال: كيف؟ فيقولون: إنك سيتوجب عليك يوم القيامة أن تأخذ ذنوبهم على عاتقك بدلا عنهم، ولن تستطيع أن تخطو خطوة إلى الجنة. أعزنا الله عز وجل بالإيمان، وأصلحنا بإيمانه الذي يرتضيه، ورزقنا محبته وذكره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.